في حلقة النهاردة هنتكلم عن كتاب من أهم كتب الاستثمار في التاريخ، المستثمر الذكي. وهنشوف إزاي ممكن ناخد الحكمة العميقة بتاعت بنيامين جراهام زي الانضباط والتحليل ونطبقها في عالم التداول الحديث، العالم السريع والمليان فرص وتحديات. سؤال مهم جدا. الحلم ده عند ناس كتير قوي. كتاب المستثمر الذكي مش مجرد دليل وخلاص، لا، ده بيقدم عقلية كاملة، طريقة تفكير عشان نقدر نبني ثروة بشكل صح ومستدام. الفكرة هنا مش في المكسب السريع أبداً، لكن في النجاح المالي اللي بيتبني على أساس قوي من المنطق والهدوء وتقليل المخاطرة على قد ما نقدر. طيب إيه هي بقى القواعد دي؟ تعليم جراهام هي اللي نقدر نقول إنها شكلت عقلية أساطير في المجال ده زي وارن بافيت، وهي كمان اللي بتفرق بين القرار اللي متاخد بعد التفكير ودراسة وبين المجازفة العشوائية. فخلونا ندخل في تفاصيل أهم المبادئ دي. أول وأهم قاعدة عند جراهام، لازم نفرق كويس قوي بين الاستثمار والمضاربة. المستثمر ده شخص بيعمل تحليل دقيق جدا وبيكون هدفه يشتري قيمة حقيقية على المدى الطويل. أما بقى المضارب فكل تركيزه بيكون على تقلبات الأسعار السريعة كأنه بيراهن. جراهام كان واضح جدا في النقطة دي. المضاربة ممكن تبان مثيرة، بس في الحقيقة هي مخاطرة عالية جدا، ومش هي دي الطريق اللي بيبني ثروة بشكل مستدام. وهنا بقى نوصل لأهم مفهوم عند جراهام على الإطلاق، هامش الأمان. الموضوع ببساطة إننا نشتري الأصل بسعر أقل بكتير من قيمته الحقيقية، والتشبيه ده عبقري بصراحة وبيوضح الفكرة بالظبط. تخيلوا كده إننا بنبني كوبري بس مصممينه إنه يستحمل ضعف الحمولة اللي متوقعينها، فمهما حصلت أي ظروف مفاجئة الكوبري هيفضل سليم وإحنا هنفضل في أمان. جراهام هنا عمل حاجة ذكية قوي، خلق لينا شخصية سماها السيد سوق عشان نفهم طبيعة السوق المتقلبة. يعني تخيلوا ان ليكم شريك في البيزنس، شريك مزاجي جدا، كل يوم يجي لكم بعرض الشكل، يوم يبقى متفائل قوي ويعرض يشتري حصتكم بسعر خيالي، ويوم تاني يصحى متشائم وعايز يبيع لكم حصته بتراب الفلوس. المستثمر الذكي بقى مش بيسيب مزاج الشريك ده يأثر على قراراته، بالعكس تماما، بيستغل لحظات تشاؤمه عشان يشتري ولحظات تفاؤله الزايد عن اللزوم عشان يبيع. يعني الخلاصة، المستثمر الذكي عنده زي فلتر داخلي كده، بيتجاهل دي دوشة السوق اليومية، مش بيجري ورا اللي كل الناس بتجري وراه، لا، بيركز على القيمة الحقيقية للشركة أو الأصل اللي بيشتريه، وبيشوف تقلبات السوق مش كخطر بيهدده، لكن كفرصة ذهبية، فرصة للشراء بأسعار مخفضة. طيب بعد ما عرفنا القواعد، مهم قوي نفهم إن النجاح مش بس في المعلومات اللي عندنا، لا، النجاح الحقيقي في العقلية اللي بنطبق بيها المعلومات دي. الانضباط هو اللي بيحول كل المبادئ دي لنتائج فعالية على أرض الواقع. عقلية المستثمر الذكي بتقوم على الصبر، لأن الاستثمار ده رحلة طويلة، ماراثون مش سباق 100 متر. وبدل ما نضيع وقتنا في محاولة توقع السوق هيتحرك ازاي، الأهم هو إننا نلتزم بخطة واضحة وثابتة. ده طبعا محتاج تحليل دقيق لكل فرصة مع الحفاظ على نظرة متوازنة. في الآخر أهم استثمار ممكن نعمله في حياتنا هو الاستثمار في نفسنا، في معرفتنا وفهمنا. كل الكلام اللي فات ده عظيم، ودي الفلسفة والأساس، لكن التحدي الأكبر دايما هو إزاي نحول المبادئ والنظريات الرائعة دي لأفعال وقرارات عملية نقدر ناخدها في أسواق النهاردة السريعة. وده هو سؤال $1,000,000. إزاي نقدر ناخد روح فلسفة جراهام اللي هي الانضباط والتحليل والتحكم في المشاعر ونطبقها في بيئة أسرع وأعنف زي التداول؟ هل المبادئ دي بتاعت الاستثمار طويل الأجل بس؟ الإجابة هي لأ طبعاً. جوهر الفلسفة دي صالح للتطبيق في أي سوق. صح إن جراهام كان بيركز على الاستثمار، لكن مبادئه عن الانضباط والتحليل هي بالظبط نفس المبادئ اللي بتفرق بين المتداول الناجح والمتداول العشوائي. وهنا بيجي دور التطبيق العملي المنظم اللي بيحول المبادئ دي لأدوات واستراتيجيات واضحة. المنتور تريدر بيقدم مسار عملي عشان نطبق نفس عقلية الانضباط دي لكن في عالم التداول. الهدف هو اننا نبني متداول بيعتمد على التحليل والفهم مش على العواطف والمضاربة، وده بيكمل بشكل مباشر فلسفة جراهام اللي لسه متكلمين عنها. المسار ده كله مبني على فكرة الانضباط، بيبدأ بفهم لغة السوق، وده من خلال التحليل الفني، مش عشان نتنبأ بالمستقبل، لأ، عشان يكون عندنا أساس موضوعي للتحليل زي ما جراهام قال. بعد كده بنطبق استراتيجية واضحة بنقط دخول وخروج محددة، وده هو السلاح بتاعنا ضد مزاج السيد سوق المتقلب. الخطوتين دول مع بعض بيساعدوا على بناء عقلية المتداول الهادي والمنضبط. وأخيراً أهم خطوة فيهم كلهم، تعلم إدارة رأس المال اللي نقدر نعتبرها هامش الأمان بتاع المتداول. ولأن التعلم والاستثمار في نفسنا رحلة مستمرة، زي ما قال جراهام، الكورس مصمم عشان يدعم النمو ده عن طريق محاضرات مسجلة نقدر نرجع لها في أي وقت، ومتابعة مستمرة ومحاضرة لايف كل أسبوع عشان النقاش والتطبيق، وفوق كل ده عضوية مدى الحياة.
السؤال الأخير ده هسيبه لكل واحد بيتفرج. يا ترى الهدف هو الرهان على تقلبات السوق السريعة والعشوائية، ولا بناء أساس قوي ومنضبط عشان ناخد قرارات مدروسة في التداول، قرارات مستوحاة من نفس حكمة المستثمر الذكي؟ لو الاختيار هو بناء أساس قوي ومنضبط، يبقى الخطوة الجاية واضحة. ممكن تبدأ الرحلة العملية دي وتسجله من اللينك الموجود تحت الشرح. وما تنسوش تدعموا المحتوى باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.